السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم للمرة الألف واحد. يا جماعة، التخاطب مش بطة وقطة وعربية وسرير وكرسي وآكل والولد ده بيعمل ايه بيشرب، الولد ده بيعمل ايه بيلعب. التخاطب مش كده. التخاطب مش كده. ما تفرحيش ان الاخصائي بياخد ابنك يعلمه الترديد وشغال معاه كروت وبطه بطه بطه وقطه قطه قطه وعمال يقلد لي في اصوات ويردد لي كلمات وهو اصلا ما اشتغلش فهم اللغه. يا جماعه، النقطه دي مهمه. فهم اللغه مهم. لو انا خليت ابني يفهم يبقى هيعرف كل حاجه. لو خليت ابني يردد ويحفظ يبقى مش هيعرف مني اي حاجه. وانتي بنفسك هتحسي بعد كده سنة 2 هتحسي ان ابنك وقف، ما عادش فيه جديد. هتحسي ان ابنك مش فاهم يعبر عن نفسه، ابنك مش فاهم اللي حواليه، مش فاهم المشاعر، مش فاهم الانفعالات، مش عارف يتواصل اجتماعيا. هتلاقي مليون الف حاجة غلط حصلت علشان حاجة واحدة غلط انت فرحتي بيها وطلبتيها من الاخصائي اللي هيقولك ترديد اهم. غلط غلط غلط. طيب يا شيماء، دلوقتي احنا مثلا الفيديوهات اللي بتجيلنا بقسم التخاطب دي عبارة عن تنمية مهارات. هي تنمية المهارات او تنفيذ الاوامر ليه علاقة بالتخاطب؟ في اخصائيين قالوا ملوش علاقة بالتخاطب، وفي اخصائيين قالوا ليه علاقة بالتخاطب. طيب، تنمية المهارات هو بند مختلط ليه علاقة بكل حاجة. تنفيذ الأوامر ليه علاقة بكل حاجة، لأنه بيشغل عندي فهم الطفل إن هو ينفذ الأمر، وفي نفس الوقت الطفل اللي ما بينفذش أوامر فهو ينفذ الأمر، فإحنا اشتغلنا الاتنين. تنمية المهارات عارف كل الحاجات اللي حواليه وبدأت إن أنا أعرفها له بطريقة عميقة شوية. مش بجيب له مثلا لون وافضل اكرر له فيه، لا، انا بجيبه له في كذا حاجه وبنقعد نلعب وبعرفه له وخد وهات مع بعض علشان نشغل فهم اللغه. يبقى معنى كده ان الحاجات اللي احنا بنشتغلها في الاول دي تخاطب مليون المية. يبقى ممنوع نشتغل ترديد مع الاطفال، وممنوع نطلب من الاخصائي ان انا عايز ابني يتكلم وبس، والاخصائي اللي هيشتغل كده بس اكس عليه. تمام؟ كلام واضح. انا مش جايه اسير الجدل، انا جايه بقول معلومه وخلاص. السلام عليكم.